خالد، الناس كلها عرفت ان بنك التعمير والاسكان بيقدم كل الخدمات البنكيه، بس لسه في 6 ما يعرفوش. ولازم نوصل لهم الخبر. سهلة. ايه ده؟ خالد النبوي اخيرا رجعت له الذاكره. فاكر بقى ان بنك التعمير والاسكان عنده كل الخدمات البنكيه؟ عنده شهادات وودائع وقروض وكله. كله. الحمد لله على السلامه. خلود مختفيه فين يا جيجي؟ اهلا. انا كنت برسم. الرسمه دي قعدت فيها يوم، وفي دي شهر، والكبيره دي بقالي سنه. جايب لك اللي اكبر منها. بنك التعمير والاسكان عنده حسابات توفير هتنفعك جدا. هو عنده حسابات توفير؟ يا باشمهندس، انت ازاي وصلت هنا؟ انا بقالي كتير محدش عارف يوصل لي. ما عشان كده جيت اعرفك ان بنك التعمير والاسكان عنده موبايل بنكي. اقدر اربط شهاده واحول لاي حد في اي وقت واقدم على كريدت كارد. ما قلت لك البنك بيقدم كل الخدمات البنكيه. سلام بقى، ورايا ناس تانية روح لها. تتحرك ازاي وانت شايله ده كله؟ ايه ده؟ طب اعمل ايه يا خالد؟ ما انا ما عنديش عربيه. طب ما تاخدي قرض عربيه من بنك التعمير والاسكان وتريحي نفسك. بجد؟ طب والفايده ومده السداد؟ ولا تشغلي بالك، هتلاقي اللي يناسبك. الحقي. عندي ليكي معلومه متفصله عليكي. بنك التعمير والاسكان بيقدم تمويل لمشروعات تودي البراند ده في حته تانية. الحاجات دي محتاجه ورق ومشاوير، لسه هستنى؟ مفيش الكلام ده، بأسهل وأسرع الإجراءات. إيه يا هيمة الجلافز القديمة دي؟ ما اشتريتش الاتنين جداد بكريدت كارد التعمير والإسكان؟ باينين قوي كده. دابت والله من كتر التدريب. الخبر مش جديد، بس لزيادة التأكيد للي عارف واللي ما كانش عارف. بنك التعمير والإسكان بيقدم لك كل الخدمات البنكية. بنك التعمير والإسكان، خدمات بنكية ملهاش آخر.